دعت شبكة الإعلام العراقي رئيس مجلس النواب ولجنة الثقافة النيابية إلى حماية استقلاليتها من الضغوطات والتدخلات المتواصلة. رئيس شبكة الإعلام العراقي مجاهد أبو الهيل قال إن الشبكة من الهيئات المستقلة التي تؤدي واجبها المهني والوطني وفق الدستور العراقي والقوانين النافذة، إلا أنها تتعرض إلى ضغوط كبيرة من قبل شخصيات حزبية وعشائرية وبرلمانية تعرقل عملها وتعيق عمليات الإصلاح ومحاربة الفساد ومحاسبة المقصرين وتصحيح الأخطاء، مبينة أن هذه التدخلات إن استمرت فإنها تشل قدرة إدارات الشبكة على العمل والتطوير وفق سياقاتها الإدارية والمهنية. ودعا أبو الهيل رئيس مجلس النواب ورئيس وأعضاء لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية والسلطات المختصة للقيام بواجبهم في حماية الشبكة واستقلاليتها من هذه الضغوط والتدخلات المتواصلة. كما دعا الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس النواب بالكف عن التدخل واحترام خصوصية الشبكة الوطنية لتؤدي عملها وفق الاستقلالية التي ضمنها الدستور، وبما يرضي تطلعات جمهورها بإنتاج خطاب إعلامي مهني مؤثر ومتوازن. مرحلة جديدة ستدخلها شبكة الإعلام العراقي ستنعكس بشكل مباشر على أدائها من خلال الاستفادة من الطاقات العراقية. طبعا لقاء جمع رئيس الشبكة مع مجموعة من الفنانين بحث تحديث البرامج التلفزيونية وإنتاج أعمال درامية جديدة تترجم طموحات جميع شرائح المجتمع. شبكة الإعلام العراقي أمام مرحلة جديدة عنوانها التفكير من الخارج لإعادة ترتيب أوراقها بعيدا عن الروتين الإداري من خلال الاستفادة من الطاقات العراقية في رسم هوية جديدة للإعلام العراقي. هذا ما كشف عنه اللقاء الذي جمع رئيس شبكة الإعلام العراقي بالفنان نصير شمة والفنانة إيناس طالب وآخرين. شبكة الإعلام العراقي مقبلة على أفق جديد تريد أن تنفتح من خارجها وليس من داخلها فقط. احنا تعودنا أن نفكر من داخل الشبكة. اليوم استعنا بأسماء مهمة وكبيرة مثل الفنان العالمي والعربي المعروف العراقي طبعا نصير شمة الذي اتفق معنا اليوم على صناعة هوية موسيقية لشاشات شبكة الإعلام العراقي بأنامل عراقية مبدعة. الشبكة كذلك جادة في موضوعة الدراما وتسويق الدراما العراقية والاستثمار في موضوعة الفن والدراما وإعادة الفن واللون والوتر إلى شاشات الشبكة. الفكرة وتبنيها ستكون أحد ملامح المرحلة المقبلة في إنتاج البرامج التلفزيونية وإنتاج الأعمال الدرامية وتسويقها في الشبكة وصولا لإعلام يحمل تطلعات الشعب كافة. طرحنا بنك للأفكار، الأفكار للدراما والأعمال والبرامج، ويكون بنك مفتوح عن طريق التليفون بأنسر ماشين بجهاز يسجل لمدة دقيقة يستقبل أفكار الشباب العراقيين وغير العراقيين اللي عنده فكرة جميلة في أي مجال من المجالات، يتكلم يختصرها يكثفها يكتبها ويقول فكرتي كذا على مدى دقيقة واحدة مع رقمه يكون مسجل أصلا بالتليفون من خلال الاتصال. وهاي الفكرة إذا عجبت اللجنة تشترى من المتصل وتسجل باسم هاي الفكرة. آراء تدعم الارتقاء بالدراما العراقية. احنا بحاجة إلى هذا الدعم المعنوي والدعم النفسي والدعم المادي. هناك حث على جودة في التأسيس من جديد. هناك حث على أنه بناء دراما للمستقبل تخلق عند الفرد العراقي المترقي العراقي وجهة نظر جديدة ورأي آخر بالفن العراقي. وكشف هذا اللقاء الذي سيكون الأول وليس الأخير عن دعم شبكة الإعلام العراقي لكل الأفكار التي من شأنها تطوير العمل الإعلامي في العراق حتى يستطيع مواكبة ما وصل إليه الإعلام العالمي والإقليمي. من بغداد رزاق العقيلي، العراقية IMN.